طب تمام، ايه علاقه كل ده بالفحم؟ الفكره ان وقتها الميكروبات المسؤوله عن تحلل الخشب ما كانتش اتطورت كفايه، فالاشجار لما كانت بتموت ما كانتش بتتحلل بالكامل، كانت بتتراكم فوق بعضها في مستنقعات ركب وتتحول مع الوقت وتحت ضغط رهيب لطبقات فحم اللي احنا بنحرقه النهارده علشان نشغل مولدات الكهرباء ونزود الاحتباس الحراري شويه. لكن في راي تاني بيقول ان الموضوع مش بس بسبب غياب الميكروبات، وان المناخ وقتها كان العامل الاساسي، خصوصا ان النباتات دي كانت في بيئات استوائيه رطبه، وبالتالي المواد العضويه اتراكمت اسرع مما قدرت الارض تتعامل معاها، فتحولت مع الزمن لطبقات ضخمه من الفحم. طيب هل فعلا العصر ده هو اللي عمل ثروه الفحم اللي بنستخدمها النهارده؟ ايوه، معظم احتياطي الفحم اللي بنستخدمه حاليا اتكون وقت الفتره الكربونيه، وعلشان كده اسمها بقى مرتبط بالفحم. بس مش معنى كده ان كل الفحم اللي في العالم جه من الفتره دي، في انواع فحم تانية اتكونت في عصور مختلفه، بس الكميه الاكبر والاجود جايه من هنا. طب ايه اللي كان بيميز الجو وقتها؟ غير ان الغابات كانت ضخمه، نسبه الاكسجين كانت مرتفعه جدا، وده كان ليه تاثيرات مجنونه زي ظهور حشرات بحجم الحمام وعناكب طولها قد دراع الانسان. بس الاكسجين ده قصه ثانيه محتاجه تتحكي. بما اننا بنتكلم عن الفتره الكربونيه، يبقى لازم نتكلم عن واحده من اغرب الحاجات اللي حصلت وقتها، وهي الزياده المرعبه في نسبه الاكسجين.